بيج بن للصمت. أرخى الحنين وصدوله على ذكريات لها رائحة حادة وطعم حاذق. لن أسمع هنا لندن على رأس الساعة، وسأفتقد مصداقية الخبر بعد اليوم. سيتغير توقيت قهوتي الصباحية، لأن الإنجليز قرروا أن يقطعوا صوتاً عربياً كان يواسينا عبر الأثير. لكن ما هو مؤكد لصباحاتي أنك ما زلت هنا، وما زال صوتك يتسرب لدمي كجرعة مخدرة، وما تزال شامتك ثابتة كنقطة وصول أخيرة تطوف حولها أحلامي وتمسك بزمام روحي، لئلا نخسر مصدرا موثوقا لتقلبات مزاجك. هنا قلبي، هنا قلبي. نشرة الأخبار تحمل رسالة من رجل بلون الشرق الأوسط اعتاد أن يكتب لي هلا عيني، وسؤال منكر يتبادر إلى ذهني الآن: هلا عانقتني؟ حالة نبي. لست كاتبة، هكذا أخبرت الورق وهو يغريني بتوثيق خيباتي الكثيرة. ولست شاعرة، لأنني لم أتعلم بعد كيف أضع ضمادا من حروف على جرح قديم ما زال ينزف في الذاكرة، وأكتب حتى ينقطع صوت الرغبة ويغتسل قلبي من آثام اللغة. أنا فاصلة، ينساني من لا يعرف كيف يداعب علامات التنقيط، وأين يضع قبلته وهو يغازل المسافة بين السطور. وعلامة استفهام تعاني آثار الجفاف من مصاحبة السؤال، وعصا تعجب تركها رجل مسن قبل أن يحلق نحو الضوء. أنا واو الدهشة، طفلة المبتدأ وعشيقة الخبر. أنا طفرة النحو اللاهثة خلف المجهول، وموعد الفاعل بالمفعول، وحنين الأسماء الخمسة للاسم السادس، وصلاة التأنيث الساكنة. أنا واو الدهشة، طفلة المبتدأ وعشيقة الخبر. أنا طفرة النحو اللاهثة خلف المجهول، وموعد الفاعل بالمفعول، وحنين الأسماء الخمسة للاسم السادس، وصلاة التأنيث الساكنة، وارتعاشة نون النسوة إذ تعانق المذكر السالم. أنا الضمة والسكون، وهمزة الوصل بين تجربتين، وهمزة الوصل بين تجربتين، وعلاقة الألف بحزن المواسم، ويقين النقطة إذ تأبى إلا أن تنهي الحكاية.